بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم زملائي الاعزاء وحلقه جديده من بودكاست من بيهايند ذا مايك مع زميل عزيز على جدا على قلبي دكتور محمد عبد الحليم. دكتور محمد شغال في مجال موازي للادويه الا وهو الميديكال ديفايسز او الاجهزه الطبيه. كعاده البرنامج انا هسيب الضيف هو اللي يعرف بنفسه. اتفضل يا دكتوره. أولا أنا اتشرفت جدا جدا بمعرفة حضرتك وإن حضرتك يعني كلمتني عشان أعمل بودكاست مع حضرتك، ده فأنا شرفنا مبسوط حقيقي. جدا يعني. الله يعزك يا رب، والله الله يسلمك. يا رب يا رب. أنا محمد عبد الحليم، برودكت سبيشاليست في مجال الأجهزة الطبية. أنا توتال اكسبيرينس بتاعتي 5 سنين. اشتغلت أول سنتين في شركة الإسراء فارماسيوتيكال. بعد كده رحت أدفيكيور، بعد كده رحت ماش. بعد كده بقى شفت خالص ورحت التلزيقات والاجهزه. للميديكال ديفايسز يعني. اه تمام. بالظبط. بس وحاليا بقى لي سنه فيها يعني. تمام. احكي لنا بقى الرحله كانت ازاي معاك في الادويه وبعد كده اتنقلت. اول لما بدات الصراحه، انا لما اشتغلت في الاسراء كنت مبسوط جدا جدا بسبب ان الاستابيليتي كانت كويسه الصراحه. شركه ممتازه، هي اللي علمتني يعني ايه سيلز، هي اللي علمتني يعني ايه ميديكال ريب عموما يعني، وسوق مم. الادويه انا اتعلمت بسرعه في الاسراء. قعدت فيها سنتين، اكتسبت الصراحه خبره كويسه قوي. بعد كده طلعت بره. فللاسف سوق الادويه عموما او شركات الادويه حاليا مش انها يعني الاستابيليتي فيها اولا مش قويه. مم. بيبقى في بقى مشاكل كتير الحرق، المخازن، القصص دي كلها. مم. كان غصب عني بتحط فيها، مش ان انا احرق بس، غصب عنها كانت بتاثر عليا. فكل ده الصراحه كان مضايقني فيها. في ميزه قويه قوي قوي في الفارما، ان هي بتعلمك يعني ايه سيلز، بتعلمك يعني ايه تعمل بلان، بتعلمك يعني ايه تعرف مين دكتور، بتعلمك يعني ايه تلعب على النيد دي، بيديك يعني ايه تعرف يعني ايه فيتشرز، يعني ايه بينفيت، تعرف القصص دي كلها، يبقى عندك برزنتيشن سكيلز. فهي الصراحه فادتني جدا وحتى مديري حاليا بيقول ان السيلز بتاع الادويه هو اقوى سيلز موجود في الماركت عموما، يمكن مم. يكاد يكون اقوى من الريل استيت. مم. فانا استفدت جدا جدا من الفتره اللي فاتت دي. مم. كان عندي كذا حاجة يعني كنت شايفها إنها مش كويسة في المجال دوت. حتة أول حاجة إن أنا مش ببيع فاليو، أنا ببيع يعني ما ببيعش دايركت للدكتور فاليو هو ماسكها بإيده. مم. أنا ببيع من الآخر الدكتور بيني وبين البيشنت اللي أنا ببيع له. بيبقى في بيني وبينه يعني في زي كومبيتيتورز كتير، مم. فدي بتبقى مشكلة. فأنا ما كنتش بحب الصراحة الحاجات دي يعني. فعشان كده انا دلوقتي، لا، انا دلوقتي ببيع للدكتور فاليو، حاجه هو لامسها بايده، حاجه هو اللي محتاجها، مش البيشنت. يعني دلوقتي انا لما في زي كتير، فاحنا ما بيفصلش بينا غير حته هساعدك ازاي او هعمل لك انت ايه عشان يكتبني انا عن غيري يعني. اه نادرا لما بيبقى كومبيتيتور فارق عن كومبيتيتور. يعني انت صح. افهم من كده انك عايز حاجه واضحه، تبقى مجسمه، نتائجك تبقى اه واضحه وسريعه، مش لسه هيكتب بالظبط ولسه تشوف الفيدباك والموزع يجيب وهكذا. اه. بالظبط بالظبط. انا والله بروح للدكتور هو اوريدي عنده النيد امم. ليه، وانا عندي النيد ان انا ابيع لك اللوب او ببيع لك الجهاز دوت. امم. فانت شفت الكواليتي بتاعتي، والصراحه اهم ما يميز اللي انا فيه لا حاليا لا، طب ان انا في واحده واحده ايدي علشان. كواليتي. طيب واحده واحده علشان اه يبقى زمايلنا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. تمام. فانت قلت لي تمام. الميزه في الادويه اللي بتتعلم السيلز كول كامله، البرزنتيشن بتاعتك تبقى ازاي، وتبقى عارف النيد بتاعت الدكتور والفيتشر والبنفيت بتاعتك. تمام. نيجي بقى بالظبط. المميزات بقى في الاجهزه او في الديفايسز او في الميديكال ديفايسز عامه. قول لنا بقى واحده واحده كده عشان ان انا الناس لو حابه اللي عايزه تشفت عايزه تاخد المجال ده. اول حاجه زي ما قلت لك ان انا ببيع للدكتور ذات نفسه، مباشر، انت بتشوف نتائجك واضحه على طول. مباشره. اه، اشترى بالظبط. ما اشتراش ما هو اشتراش. اه. مفيش اه بقى بالظبط، كتبت مش لك. لسه والله الروشته لا لا، نازله، ما فيش الكلام ده. الروشته لسه نازله لك ايه. لا الحمد لله ما بقاش في الكلام ده كله. وتروح اه. تتابع بقى مع الصيدلي، وفرت ما وفرتش والسايكل دي كلها الحمد لله. ايوه. ايه تاني مميزات في الاجهزه؟ اكتر حاجه انا لمستها يمكن ما تكونش مشكله لناس تانية، بس انا ما كنتش بحب الويتنج تايم. ما كنتش احب ان انا استنى في عياده ساعه مثلا، او الدكتور مش فاضي دلوقتي لا تعالى له الاسبوع الجاي، او الكلام ده كله انا ده كان بيضايقني شخصيا.
فما مم. كنتش بحبه الصراحه. فبرضه دي ميزه من المميزات دي، ان انا دلوقتي بخش اقول انا ببقى محدد ميعاد مع الدكتور، هو اللي عاوزني. مم. فلما اكون محدد معاه ميعاد، فخلاص بخش الاسيستنت ميعاد مع كذا كذا كذا، قولي له دكتور او باشمهندس محمد بره، فعلى طول 3 دقايق بخش. الموضوع بيبقى فيري سيمبل الصراحه يعني. مم. فدي ميزه بالنسبه لي برضو انا مش في هستنى. الديفايسز. ايوه مش هستنى بس اه انا مش هستنى. بس اللي اعرفه منك وارد كده. وارد اه. استنى. اه. اه كمل كمل اتفضل. وارد استنى مثلا بيشنت جوه لحد ما يطلع. مم. بتبقى حاجه بسيطه. مم. الا بقى لو انا نزلت له بقى المستشفى بتاعته، او مم. نزلت مستشفيات، بيبقى طبعا بستنى عمليه تخلص. بدخل الدكتور مثلا بالجهاز بتاعي مم. يجربه الكلام ده في العمليه. طبعا بستناه فوقت بخش معاه. ويمكن دي ميزه تانية مم. في مجال الاجهزه، ان الشغل مش روتيني خالص. مم. انا كل يوم مع عميل جديد، كل يوم. انا ببقى شغال على الجراحين عموما، مم. مع جراحه شكل. كل يوم بسيتويشن شكل. بيبقى عنده طبعا كل كاستمر ليه مشاكله، ليه بقى سي البادجت، سي القسط، سي التفاصيل كلها. فانت كل يوم بكيس جديده، مم. بسيتويشن جديد انت لازم تكريته. في اوقات طبعا لازم ارجع لمديري في حاجات مش في ايدي، في مم. حاجات هو بيساعدني بيها انا بقاش عارفها اصلا. بس مم. في اوقات كتير هو انا لازم يكون في ايدي القرار، بقى في ايدي صلاحيات انا واخدها اعمل ده او ما اعملش ده على حسب اللي قدامي. يمكن دي برضو انا ما كنتش ببقى بعرف اعملها في الادويه. كان شغل شبه ان هو روتين، احنا بنعمل 1 2 3، الدكتور كذا كتب ما كتبش بننزل الصيدليه الفيدباك. هي اللف. سايكل، هي لفه لف. يتعدوا على الصوابع. ايوه. اه مم. معروفه يمين شمال، مهما حصل ايه معروف ايه حلها، هتقول له كذا هتعمل كذا. ما مم. كنتش ببتكر، ما كنتش بحس ان انا في حاجه جديده بقولها او بعملها. مم. روتين. مم. بس. فاللي انا فهمته كده منك انك اللي حببك فيها ان مفيش ويتنج، في بيع مباشر، في نتائج واضحة وصريحة. ما بتحبش الروتين، ما بتحبش النظامية. بتحب انت مم. ممكن بتقعد بساعة، اللي انا فاهمه منك برضو من خلال شغلنا مع بعض، انك ممكن تقعد ساعة مع الدكتور في العملية وممكن اكتر، بس المهم ابقى معاك في الشغل انما ما اقعدش ويتنج. بالظبط. يعني هقول لك حاجه، انا مم. لما مثلا الاول ما كنتش اعرف جراحه القلب، ما كنتش اعرف التفاصيل بتاعت الجراحات. ما مم. دلوقتي لا، انا بخش معاهم في وقت العمليه اعمل ديمو. مم. ببقى يعني اكسبيرينس صراحه جديده فظيعة وحلوه. انت صح؟ ممكن اه. تخش كل يوم عمليه شكل جراحه حاجه تانية خالص على اللي انت دخلتها امبارح، مم. تتعلم حاجات كتير. مم. عرفت الفرق بين الجراح الشاطر، الجراح النص نص، الجراح اللي هو بس ما مهتم بتغ... جدا مم. بشغله وعايز يطلع باعلى بيرفورمانس ليه بكواليتي. فهمت كل ده الصراحه لما نزلت الميديكال ديفايس. مم. طب ما انا عارف ان انت كمان برضو بتسافر. يعني دي بقى يعني برضو تقدر تقول ميزه، تقدر تقول عيب. انت الصراحه يعني. هي هي بتبقى ميزه ان انا مم. ببقى انا دلوقتي ماسك اريا اكبر، تلاقيني مم. مختلفه. يعني انا اشتغلت فتره دقي، اشتغلت فتره اكتوبر، اشتغلت كلها اريات معروفه اولها من اخرها، تقدر في اسبوعين تلمهم. مم. تمام. اما دلوقتي لا، انت معاك مصر لانك بشكل مختلف. في محافظات، طب هل هتعرف تنزلها كل يوم؟ لا. انت هل تاني هتعرف عشان تنزلها؟ الزملاء يبقوا سامعين كويس، انت معاك مصر صح؟ مصر. مصر. م... بالظبط. يعني من دول 6 اكتوبر بقى معاك مصر، يعني انت عشان جهاز فالموضوع واحد. كارثه. يعني مفيش حد هيحرق عليك كده زي ما بيقولوا، خلاص احنا خالص، محدش يحرق عليا، انت آه، لله الامر من قبل ومن بعد. أيوة. الليله ليلتك، ايوه اه. بالظبط. اه. بص، بحب دايما ابص، يعني انا شخصيتي كده ابص النص الكوبايه في اختلاف طبعا مواعيد. انت مطالب ان انا ابقى 9 او 10 في قسم تجميل سي جامعه دمنهور. مم. فده طبعا اكيد تعب واكيد مش طبيعي. بس انا استفدت ان انا معايا اريا كبيره، بعرف اعمل بلان، بعرف اظبط مواعيدي كويس جدا مع الدكتور، بحيث اروح له في الميعاد المناسب ليه ولزمايله، عشان مم. اطلع باكبر استفاده من الجامعه. مم. ما بقاش رحت المشوار على دكتور ومشيت يعني. مم. فلا انا حته البلان دلوقتي الحمد لله بقيت افضل فيها بكتير. وان انا التارجت بتاعي ايه، لا الحمد لله بقيت افضل مم. بكتير. انا برضو الاول وانا شغال في الادويه، لا ما كانش الموضوع معايا بالسهوله دي.
او كان اسهل، يا رب هو كان اسهل، كرقم ما فلوس. كانش بالصعوبه دي. امم. بالظبط. وكمانج الوقت والكلام ده كله، هو اول شهر او اول شهرين هو اللي بيبقى صعب، بعد كده هو الموضوع روتين، خلاص انت عرفت بلانك، عرفت كل حاجه روتين. دلوقتي لا، انا كل يوم بميعاد، كل اسبوع بميعاد، كل يوم ليا سيتويشن جديد وقصه جديده مع ناس شكل. امم. فدي حاجه حلوه انا استفدت منها كتير. طيب في رحلاتك دي اكيد شفت موقف دي عجيبة او غريبة، لو تحابب تشاركنا بحاجة فاني او موقف غريب في شغلك مع هي الصراحه ما بيبقاش بقى ممكن بالديفايسز عموما، بس هو انت عشان نزلت بقى كل يوم محافظه شكل. امم. يمكن اغلب شغلي بيبقى في السنتر، فما في المستشفيات العامه، الجامعات. امم. ف... فما بروحش الصراحه اماكن متطرفه او قرى او كده. امم. بس لا، هو انا كل يوم بقى او كل اسبوع مثلا ببقى شفت محافظه جديده، شفت ناس جديده، طريقه تعامل جديده. امم. قبل كده كنت في الفيوم ومش عارف اعمل ايه واركب ايه ومش لاقي تكاتك، فسواقين التكوسه بيكلموني، انا خايف اركب التاكسي، لا يبقى لا يخطفوني. يضحكوا عليا بقى انا غريب. ايوه. انا يعني انا مهما انزل اسكندريه او اي بلد ما بحبش اعرفه ان انا غريب، يعني لو امم. نزلت اسكندريه اقول لهم الجني وهنركبه والمحطه والمشروع، اتكلم زيهم عشان انا لو غريب بيضحكوا عليا. امم. و... ونفس الكلام، فالمهم كنت في الفيوم وقتها، فسويت الطقوس انا خايف اركب معاهم لا يضحكوا عليا، انا ما اعرفش حاجه. امم. ففي الاخر واحد جالي بموتوسيكل، بيقول لي اوصلك رايح فين؟ فانا اول مره الاقي الموقف ده، ان امم. الموتوسيكل ممكن يوقف لي في الشارع يقول لي اوصلك. امم. فاتضح ان قلت له لا شكرا، قال لي لا لا شكرا ليه؟ قلت له تعالى هاخد منك 5 جنيه. فانا الصراحه استغربت، انا من القاهره، عندنا ال 5 جنيه دي لو ما اديتها توديش. لسايس هيشتمني وهيضربني ايوه. وهيضربني. فقلت له انا حسيته والله، اللي هو قلت له لا انا تمام انا هعرف اروح. قال لي بس تعالى بس، وقمت راكب معاه الموتوسيكل ورحت، لف بيا شويه في البلد يا بتاع، وبدي له 10 جنيه. قال لي لا انا مش عاوز، انا عايز 5 جنيه. يا عمي دي ايه 5 جنيه دي؟ انا ده ال 10 جنيه بالنسبه لي دي قليله جدا. اه. انزل يا عم القاهره، انزل القاهره هتلاقي فرق شاسع يعني. قال لي لا لا تمام، انا كفايه ان انا اتعرفت عليك. قلت له الله يكرمك شكرا. لا انا كل يوم انزل الفيوم بقى. انا كل يوم انزل جميله. انا هسكن في الفيوم اصلا. لا الصراحه اكتر حاجه لاحظتها بره القاهره ان يعني كل حاجه كاسعار خدمات افضل من عندنا احنا. ايوه القاهره صعبه، انت الوقفه القاهره سنتر بفلوس. الموضوع. الوقفه بفلوس. بالظبط، حتى فعلا لو واقف بفلوس ده حقيقه. ايوه والله، يا تقف فدي واقف ميزه بره عن بعربيتك. القاهره. عربيتك واقفه بتدور لا، دايره بنزين شغاله، هتركن بالشيء الفلاني، كل حاجه. تقعد تدور على ركنه، الدنيا هنا ازحم فعلا في لك. القاهره بكتير، الله يعينك والله. واصعب في كل حاجه فعلا. الله احنا يعينك. نروح كلنا نقعد بقى في الفيوم. في الفيوم او بره القاهره يعني، الله يعينك. بالظبط. طيب، ايه من الدعايه الطبيه، لو زمايلنا شغالين في الدعايه دلوقتي وعايز يشفت على ديفايسز، ايه المفترض يركز عليه دلوقتي علشان يبقى كواليفايد انه يروح هناك؟ اول حاجه، انا استفدت جدا بالمناسبه ان لما خدت مع حضرتك السيشن بتاعت اللي هو التحليل بتاع الناس، الشخصيات. اللي هو سواء تحليل لا، الشخصيات، الازرق والاخضر والاحمر البلو والاصفر، ايوه بالظبط اه. بالظبط. فده خلاني اكتر، يعني هو ده يعتبر محور شغلنا، ان انا السيلز عموما، انا لو فهمت اللي قدامي، فهمت هو عايز مني ايه، وعايز يسمع مني ايه، انا هعرف يعني هعرف اسمعه اللي هو عاوزه، وبالتالي البيع هيتم. ان زي ما حضرتك كنت قلت لنا قبل كده، مم. ان اغلب الناس، انا مش شاطر في الارقام فانت قلت اكيد رقم وقتها، بس اه. اغلب الناس، يعني قلت ساعتها نسبه وتناسب، اه. اغلب الناس بتشتري بالعواطف، اه. لان احنا كلنا كائنات غير منطقيه يعني. غير منطقيين، اي على رأي بصوت الدكتور سقفه دي ها؟ بصوت الدكتور كيرلس، بالظبط. اه. ف... ففعلا احنا لو عرفنا اللي قدامنا محتاج ايه، احنا هنعرف نوصل له. ده موجود في الادويه، بس مم. بحسه اكتر هنا، انا لمسه اكتر، انا فعلا يا. فعلا لا. كل دكتور قدامي قدامه نيد. انا شغال على جهاز عامل زي النضاره مم. مكبره، طالع مم. منها عدستين تكبير كده، جراح مم. بيلبسه. في دكتور بيبقى فارق معاه ان هو معاه اصلا لوب، هو اسمه لوب، هو مم. بيبقى معاه اللوب، وبس بيضايقه تقيل،
انا لو قعدت دخلت وقلت له احنا بنعمل واحد اتنين تلاته وهفيدك واحد اتنين، هو ما سمعش اللي هو عاوزه. امم. فسيب بقى ان انا لو عرفت ايه مشكلته قلت له والله اصل لا ده خد جرب، ده انا 20 جرام من امم. التيتانيوم وبتاع، مجرد ما يلبس ايه ده يشتري. هو اصلا تمام، هو مشتري كل اللي انت قلته قبل كده، بس مش هياخد اللوب بتاعك عشان فاكره تقيل مثلا، فهو ما امم. استفادش حاجه. يعني كده فده طبق. علمني اكتر. امم. اه، اتفضل. طبقنا نموذج سبين كمان، ان احنا ندور على المشاكل النموذج سبين بتاعنا. اه. بالظبط، على امم. فكره انا الكلام ده كنت واخده في الفارما، امم. بس ما كنتش بعرف اطبقه بالمنظر ده امم. صراحه، او الفيلد معايا ما كانش سامح. ممكن زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي كنت شايف روتين. والكل فاكتر قصيره، طبقت والكل ده. قصيره اه كمان، الكل القصيره ما بتقعدش بالظبط، دقيقه كتير. ما كانش بيبقى في وقت ان انا اتناقش مع الدكتور واسمع منه كويس، نادرا لما كان بيحصل لي. اما دلوقتي لا، هو عاوزني زي ما انا عاوزه، امم. فبيديني وقت اتكلم واتناقش واسمع منه ويسمع مني، امم. وهكذا. وفي الاخر طبعا ده مهم قوي في الاجهزه الطبيه، ان انا اكون فاهم اللي قدامي كويس جدا. يعني فاهم الشخصيه ريحك كتير جدا. جدا، وان انا اكون فاهم هو محتاج يسمع مني ايه، واعرف اوظف له اللوب بتاعي او الفيتشرز والبينفيت بتاعتي في الحاجه اللي هو عاوزها. طيب انا شفت لك تمام. فيديو بتمثل فيه من حوالي 3 سنين. مم. ماشي. وانا لما لقيتك تمام. بتتكلم اساسا لاول مره تقابلنا، حسيت جواك موهبه البادي لانجوج، وانك تبريزنت بشكل رهيب. فجيت ان الفيديو من 3 سنين او اربع مم. سنين الموهبه دي ازاي؟ بالظبط. كلمنا كده عنها، انت بتعمل ايه وكده يعني. انا في الاول خالص يعني انا من زمان انا بحب ان انا اظهر يعني. لو جينا نيجي ساعه الجامعه، نقسم الناس بالذات الجامعه، لانه بيبدا ان انت تعرف تطلع تعمل برزنتيشن والقصص والظهور والحاجات دي كلها. مم. فلو قسمنا المدرج سي بتاعنا بتاع الجامعه، تلاقي ان 90% منه هو خايف يطلع. مع انه هو تمام والناس كلها بيرفكت والناس كلها كويسه جدا، بس هو حته ان هو يطلع يتكلم قدام الناس دي بتبقى كارثه على الناس كلها طبعا. مم. بس انا من النوع اللي انا اخدت الموضوع تشالنج، ان انا لا يعني انا ما بحبش ان الحاجه تبقى لجماني ومسكاني. انا طبعا اول انترفيو دخلته لخبطت فيه. اول برزنتيشن اطلع كنت بعرق ومش قادر اتكلم ولا عارف ونسيت كل الكلام اللي في دماغي. مم. فالموضوع بدات اشتغل عليه ان انا لا، يلا برزنتيشن، يلا نطلع في حاجه اطلع اتكلم. بدات طبعا احنا نتكلم في وسط اصحابنا في الجامعه، بعد كده دخلت ستودنت اكتيفيتي، فالموضوع فرق معايا. وخدت برزنتيشن سكيلز وانا صغير، فلما مم. الصراحه طبقتها حسيت الموضوع بقى اسهل، بقى مم. عندي ثقه في نفسي كبيره يعني. مم. جه بعد كده الموضوع بدأ إن أنا كنت في الستودنت أكتيفيتي تبع جامعة القاهرة، مم. وكانوا عاملين زي ايفنت وفي زي مسرحية، فيا باشا تمثل. أنا دايما ماشي في حياتي يعني، وليه اللي لا؟ هو مش يمكن تعرف تطلع. اه مش يمكن حزلقوم. يعني مش يمكن. حزلقوم. حزلقوم. بالظبط، مش ايوه. يمكن تعرف تطلع تمثل وانت ما تعرفش. المهم ان انا زي جابوا لنا حد كده انستراكتور وبتاع، وقعد معانا يدينا بتاع 4 5 سيشنز، مم. وقمت طالع والدنيا تمام. على فكره بالمناسبه المسرحيه دي تقريبا ما اتعرضتش، بس أنا استفدت كتير في السيشنز اه. دي. مم. منها بقى انا من النوع اللي بحب اركز مع الناس جدا يعني. انا مم. لو بركز مع حد قاعد قدامي احب اطلع الليده غصب اه. عني. انا غصب عني البادي لانجوج بتاعتي يعني بتطلع. بتعرف تلقط ولو اللي قعدت قدامك. اركز اه. بلقط. مم. بلقط بالظبط. لو ركزت معاك انت هتلاقيني اطلع اقلد مشيتك، طريقتك، حركه ايدك، لو في لازمه غصب عني يعني، انا لا، بلقط ده ده غصب ده انا عني. مستنيه المره الجايه بقى ان شاء الله، هطلعك ونشوف. بس بقى فمن هنا الحمد لله خدنا الخطوه بقى بتاعت الفيديو ديت. مم. فطلعت ان انا ارتجلت والموضوع مشي بقى، ان انا عشت في الدور قوي، تقمصت دور ان انا اب. وانا عندي بابايا ومامتي لما بيركبوا جنب العربيه نفس اللي هم بيعملوه ده انا قمت طالع مم. عامله في الفيديو. ما عملتش بس حاجه فجبته جديده. بالظبط يعني، ايوه. ايوه. اكن ابويا وامي قاعدين جنبي بالظبط. بس فعشان كده يعني طلع واقعي قوي يعني. ايوه. ايوه. هو ده اكيد لي حاجه ان الواحد ما بيعرفش ينفصل عن شخصيته. فانا لما قابلتك لاول مره انا حسيت ان جواك شخص، لا، عارف تبريزنت. مم. حتى لو ما قالش، لا، هي الواحد بيبان اسلوبه وطريقته. فده معناه ان الحمد فعلا لله. الحمد لله. مفيش جهد بيضيع، مفيش جهد بيضيع.
انت درست حاجه، طبقت صح. حاجه، هتلاقي نفسك مندمج عليها وشغال على طول. صح. طيب تمام. استفدت كتير قوي 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 منها في شغلي بقى. امم. ان انا يعني لما برضو الواحد دخل في السيلز اكتر، حته تون الصوت مهمه، زي امم. يعتبر بتبقى زي الريد لاين كده تحت الكلام واحنا بنقراه. صحيح. حركه ايدي، البادي لانجوج بتاعتي، انفعالي وانفعال وشي ورياكشنات وشي امم. وانا ب... ببريزنت مع الدكتور وانا بتكلم مع الدكتور. انا فعلا كنت بلاقي ان ده بيوصل له، حماسي وانا بتكلم على الحاجه بتاعتي ده كان بيوصل له. انا ما كنتش بعرف اعمل ده في الادويه امم. صراحه. انا ما كنتش بعرف اعمله، كنت بحس ان الدكتور كتير 90% مش 90، ممكن نقول 70% بتخش له هو مش مديك اهتمام او مش مركز، غير ال 30% التانيين اللي هم بقى يعرفوك، اللي انت عملت معاهم ريليشن شيب، اللي هو اوريدي ليه نيد عندك. الباقي او في كتير كان يخش تمام بنكتب ما بنكتبش. الموضوع كان روتين زي ما قلت لك، حتى لو امم. بيكتب فهو انت مش هتعرف تطلع كل اللي جواك. لا الصراحه انا في الميديكال ديفايس لا، انا عارف اتكلم، عارف اشرح، عارف كل حاجه، فاللي كله جوايا بيطلع فعلا للدكتور. ايوه، ما انا لاحظت دايما لما كنت بتيجي كانت تقول كتير وتلاقي ايدك تمد وتفتح معاها، وكنت ايه وركزت لك فعلا على الحته دي. فده بيعني ان فعلا لما بالظبط. الواحد لما بيلاقي الشغلانه اللي مناسبه مع كاركتر شخصيته مع نقاط قوته، لا بيكون شخصيه تانية، ما مم. بتحسش ان هو شغال، انت شغال. انت بتسافر بالساعات، انا عارف انك بتسافر بالساعات، انت اقل حاجه عندك مم. ساعه ساعتين متهيألي في اليوم رايح. حد ادنى بالظبط. متهيألي ده حد ادنى عشان تقول ايه، ده انا قريب اهو. بس الواحد لما بيلاقي صح. فعلا يوظف قدراته ويوظف نقاط قوته في الشغل بيبقى حاجة تانية. بحس ان هو مرتاح طيب كمان. الكلوزنج كان في الدعاية بيبقى في الأدوية مجرد بس نقول له اكتب لنا الدواء الفلاني أو عايزه في الانديكيشن الفلاني وكده. عندك في الديفايسز مم. بيكون ازاي بقى، بيقول لي بتختمها ازاي؟ ودي بتبقى نقطة الناس كلها بتخاف منها، بتبقى مرعوبة منها أساسا في سواء فارما أو ديفايسز. معلش، يعني حضرتك قصدك في الفارما كلوزنج وانا خلاص الكلوزنج بقى كنا في في الكول الفارما بتاعتي. بنقفل كل العاديه اللي ايه بنطلب منه يكتبوا في ثلاث اربع روشتات في انديكيشن اه معين. لا في الديفايسز. والمره الجايه تقول لي. وطول المره الجايه الانديكيشنز بتاعته والكلام من ده. لا طيب في الديفايسز بقى بتكون عاملها ازاي؟ انك هنا مختلفه. بيبقى عندي كذا كذا حاله، على حسب كل حاله بيبقى مم. الكلوزنج بتاعها. اول حاجه في كاستمر اصلا هو بيشتغل كويس، شايف ان هو مرتاح، الديتيلز كلها اللي محتاجها اللي على البيشنت هو شايفها، شايف بعينه كويس جدا، فانا مم. مش محتاج اصلا. مم. فانت لا بتبدا توري له الجهاز بتاعك، اللوب بتاعه، لا ده هيفرق معاك في واحد اتنين تلاته، بقول لك ايه، خش بيه عمليه وتفضل ونتكلم بعد العمليه. مم. فبيخش يلاقي ان الفرق هو مختلف، بس هو الراجل مش عامل حسابه على فلوس، مش عامل حسابه ان دلوقتي هشتري لوب. مم. فده بيبقى الكلوزنج بتاعه، اللي هو انا هتواصل معاك قريب مم. بحيث تكون ظبطت الدنيا معاك يعني، والفلوس والكلام ده كله، مم. وان شاء الله نضمن يعني ونعمل عقد وكده مم. ونتعاقد يعني. مم. فده غالبا بيقول لي خلاص ماشي، وهكذا. وانا دايما الحمد لله يعني بحاول ان انا اعمل فولو اب، سواء كان هو بقى في الاول ما كانش مقتنع، سواء هو اقتنع، سواء دخل بعد كده في المرحله او الستيج بتاعت ان هو انا عاوزه، بس اللي موقفني عنده البادجت السيوله السيوله او الفلوس، او السيوله او طرق الدفع، مجرد ما بوصل مع الكاستمر للمرحله دي، خلاص كلوزنج بيبقى سهل بقى. اه. اللي هو لا لا ما تقلقش، فبحاول بقى ان انا ساعتها اتكلم مع مديري ان احنا نظبط له اي اوفر يناسبه مم. وبنجيبه على مم. طول. تمام، يعني افهم من كده في آه الديفايسز عشان بس نبقى زمايلنا عارفين الديفايسز الميزه فيها انك وانس مجرب وانت واثق من الكواليتي بتاعت الشغل بتاعك، خلاص الدنيا بتبقى سهله جدا، ما يوقفكش غير طرق الدفع واللي بتعرف تسهلها بعد كده كشركه يعني. بالظبط. اهم حاجه الكواليتي بتاعت البرودكت اللي انت داخل تتكلم عليه، انت اللي هي عشان الناس مثلا تبقى عارفه، لا خلينا واقعيين، السعر عندك كام مثلا، اسعارك عشان الناس تبقى عارفه اسعار، بس مش عايز نوع الاجهزه تتكلم في كام وفي كام. اسعار بنتكلم في رينج ال 40 50 70 80، على حسب بقى المقاسات، على حسب الجهاز الواحد الكلام ده بتاعك، كله. الجهاز اللي انت بتبيعه في اه اه
اه عشان بس بالظبط. عشان الناس تبقى عارفه ان انا ببقى تارجت شهر في بعض الادويه في شهر او عشان انا هو جهاز ب 70,000 في بس مجاز بالظبط. بالظبط اه. بس ولا بقى في وفر لي ولا ما وفرليش وكده يعني. اه. انت اللي بتبقى ماسك السايكل كلها. حاجه تانية استفدتها من شغل الديفايسز، امم. هي برضو ميزه وعيب. امم. ميزه ان انا شايل مسؤوليه كامله، انا معايا اجهزه تمنى الشيء الفلاني، اللي هي الديمو اللي معايا امم. عشان الدكتور يشوفها، بيبقى في عليا تفصيل، في امم. عليا ان انا لازم ابقى موجود مع الدكاتره، او انا بفرض على نفسي ان ابقى موجود مع الدكاتره، سواء على السوشيال ميديا، سواء لو في اوقات. انا قبل كده رحت الدكتور على فكره، الدكتوره بتاعته وسلمت عليه وبتاع، ان هو انا لما بظبط الريليشن شيب بتاعي مع الدكتور، أمم. هو بيجيب لي صحابه وصحاب اصحابه. يعني تظل يعني برضو دي الريليشن في كل حاجه في حياتنا اه مهمه جدا جدا جدا، مش وانس ان هو اشترى وخلاص، بالعكس. امم. انا طلعت باصحاب من الشغلانه دي، صحيح. وبنسعى مع بعض عادي وبيساعدوني بصراحه. مع ان عكس الادويه، انت بتزور يعتبر تابعت البيع خلاص، هناك الادويه بقعد ازوره حتى لو اه كان. ممكن اكون شفته، بالظبط انا ممكن اكون شفته مرتين، امم. عكس الادويه اكون بشوفه 20 30 مره. بس بقى واخد تواصل علاقه فاهمني؟ وصداقه اه. اه بالظبط. اه. طيب لو عاد الزمن تتعلم ايه في الدعايه كنت يفيدك كمان اكتر دلوقتي؟ آه، اتعلم ماركتينج، امم. ولان انا بحس ان انا محتاجه الفتره دي، امم. لان احنا زي ما قلت لك في الديفايسز انا اعتبر ماسك بروجكت كامل. امم. من تسويقه بقى، انا بكريت فكره، انا ببيع، انا بيبقى في زي ما قلت لك في فلوس، بيبقى في كل تسليم حاجه الناس كل ديت. حاجه كل حاجه. كل حاجه كل حاجه، من اول لما بتاخد مقاس اللوب بتاعه لحد ما تسلمه له، انت ماسك السايكل كلها. امم. ف... كنت محتاج ان انا ابقى ممكن اشطر شويه في ماركتنج. الماركتينج امم. وفن الرد بقى. ان في ناس في اوقات ممكن تبقى قاعد مع دكتور او كده، ويقول لك طب انا هجيب لك دكتور، استاذي امم. في قسم الجراحه عنده، هو بقى اللي هيقيم لي. اه. فالدكتور يجي هو طبعا معاه براند تاني، فديب ديب 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 يعني هو بالراحه يا عم بيقول بالراحه. حاجات اصلا مش موجوده عندك. فعلا اه. فعلا هو ظالم، هو بيظلمني، هو عايز اه. يطلع ان البراند بتاعه الامريكي اللي هو جايبه من بره مصر ده اجمد حاجه في الكون. امم. هو لا على فكره اللي معايا احسن. امم. لدرجه ان الدكتور قبل كده قال لي لا، هو انت فارق في كل حاجه احسن، بس اللوب بتاعك تقيل جدا مش أمم. قادر استحمله. يا باشا تقيل ايه؟ انت اللي انت لابسه ده فعلا. بس عشان هو ف... بيتعود عليه ف... اه. اه. اه بالظبط، عشان هو متعود عليه. في امم. الاخر يقول لي انا اسف لو هبوظ لك حاجه يعني او شغلك. قلت له امم. لا ولا اي حاجه. امم. فانا بيبقى عندي، برد على، انا ببقى محموق جدا على فكره، هي فعلا حاجتي، يعني بتعامل انها حاجتي، فانت امم. ما بتغلطش فيها، وهي كويسه وهي احسن فعلا من اللي معاك بجد. امم. انا عارف مين اعلى مني ومين اقل مني، امم. فلا انا اعلى منك امم. ومجرب كل حاجه بعيني. ايوه. فلا يا باشا. بس حفاظا بس على ماء الوجه فبايه ما بنرضاش نرد احيانا في بعض المواقف بالظبط نكسب بقى، الناس بالظبط. نكسب الناس. طيب يبقى احنا كده اجمالا بنقول ان الفروقات مش كبيره، لكن الفكره انك بتدور على كاركتر الشخصيه بتاعتك، ايه اللي بيناسبك اكتر. هنا اللي بيحب مم. المجازفه المخاطره، اللي بيحب الحركه الكتير، اللي بيحب يشوف النتائج بتاعته واضحه وصريحه، اللي قادر يتعامل مع كم رقم هائل من الفلوس والتحصيل، انه عارف ان هو طالع الصبح ممكن يروح مشوار من اسكندريه لاسوان في اي لحظه، كاستمر يتصل عليه او في حد شاف معاه البوست بتاعه فمحتاج يتعامل معاه. فدي الفكره لزمايلنا، انك تكون مستعد لحاجه زي كده. الامر بسيط، بس دور على ايه اللي يناسبك في شخصيتك ويناسب الشغلانه دي، اكملها فارما او اكملها ديفايسز. بالظبط. والله يا دكتور حليم، الوقت معاك جميل وظريف، بس هنكتفي بهذا القدر بصراحة. يعني يبقى احنا كده ادينا فكرة عامة للزملاء الفرق ما بين الفارما والديفايسز، وعمل بقى نتقابل برضه في لقاءات تانية إن شاء الله في بعض حاجات معينة ممكن نركز عليها إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا إن دكتور، شاء الله. اتشرفت بحضرتك. الله يخليك، أنا شرفت حقيقي جدا بيك، وشكرا ليك وشكرا لزمايلنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله. العفو ان شاء الله. الله يخليك.